في جملة كده سمعتها خوفتني، وكل مرة بفتكر الجملة دي بتخليني ان انا دايما عندي دافع ان انا اشتغل على نفسي اكتر واتطور بشكل عام يعني. لو انت ما عندكش خطة لحياتك واللي هتعمله بالظبط، في حد تاني هيحط لك خطة وهيخليك تساعده ان هو يوصل لحلمه. والقصة دي او الجملة دي مؤثرة معايا قوي، لانك لما بتتخيل ان انت هتشتغل طول حياتك او ان انت تقعد تسعى طول حياتك عشان تحقق حلم حد تاني، الموضوع بالنسبة لي لا يعني اللي هو الموضوع يعني مؤثر قوي. وده بيخليك او بيدفعك ان انت يكون عندك ايجنسي او عندك تحكم في حياتك، تبقى انت حاطط خطة انت اللي متحكم فيها، ما تبقاش بتتساق، يبقى حد هو اللي بيوجهك يقول لك تعمل ايه بالظبط، تشتغل فين، تذاكر ايه، واحنا هنقبضك كذا. وعلى فكرة الموضوع ده مش معناه بالضرورة ان انت تطلع تبقى رائد اعمال او عندك بيزنس او كده، لا. ممكن تبقى موظف ولكن عندك القصة بتاعت الاوتونومي او قصة ان انت تبقى متحكم في اللي انت بتعمله. لما بتلاقي مثلا الطريق بتاع الكارير مش مناسب معاك، فانت بتغير من مسارك بشكل مستمر. هيبقى ليك تحكم عن طريق حاجة واحدة اللي هي الفلوس. الفلوس هي اللي متحكمة في كل حاجة، ولو فكرت هتلاقي ان الفلوس هي سبب تقريبا 99% من المشاكل تقريبا اللي بتحصل، علاقات بين الازواج، مشاكل ما بين الاخوات. فلذلك الفلوس مش نقمة ولكن هي نعمة، هي فلوس هتدي لك اوبشنز كتيرة ان انت تعمل حاجات في حياتك، وهي اللي هتوصلك لمرحلة ان انت تبقى متحكم بتشتغل امتى ومع مين وازاي وفي ايه، وامتى توقف شغل وامتى تشتغل وهكذا. فعلشان تحصل على فلوس او يبقى معاك فلوس، فبالتالي يبقى عندك قصة الايجنسي او الاوتونومي ان انت تبقى متحكم في حياتك، فانت لازم تكون بتعمل حاجة الناس بتدي لك فلوس مقابل ليها، الحاجة دي تكون فيها فاليو، فيها قيمة. فكل ما هتعمل حاجة تكون الناس يعني مهتمة بيها او بتمثل اهمية للناس، هتدي لك فلوس اكتر. وبتيجي هنا اهمية ان انت مش شرط تكون هارد وركر او تكون بتشتغل بجد علشان توصل اللي انت عايزه، والا كان اي حد بيشتغل 16 ساعة كان وصل ان هو بقى اغنى رجل في العالم. الموضوع بيعتمد على القيمة اللي انت بتقدمها، لذلك طلع مصطلح اللي هي الهاي انكم سكيل، ان انت تشتغل في حاجة الناس عايزاها، والموضوع مش بالوقت. احنا اتزرع في دماغنا عكس كده، ان انت لازم تبقى هارد وركر ولازم تذاكر بشكل غبي وتنام 4 ساعات، وكل ده كان كذب علشان تبقى ما عندكش اوتونومي او ما عندكش ايجنسي او ما عندكش تحكم في اللي انت بتعمله. لا، انا مش لازم اشتغل بشكل غبي ومش لازم اقلل عدد ساعات نومي، بالعكس الحاجات دي كلها بتأثر عليا. فبالتالي المفروض اركز على ان انا اشتغل حاجة فيها قيمة، القيمة دي الناس بتدفع ليها مقابل. لو انت طالب تشتغل على نفسك ان انت تاخد حاجه او تاخد خبره معينه في حاجه او تذاكر حاجه يكون هاي انكم سكيل. لو انت موظف بيتطلب الامر ان انت تبدا تفكر في خطه بديله، ان انت تبدا بيزنس على جنب صغير ليك تحكم فيه، توصل بيه لمرحله معينه ان انت يبقى البيزنس ده ليك فيه تحكم كامل، يبقى عندك الاوبشن ان انت تسيب الشغل بتاعك مثلا او ايا كان. المشكله بقى ان الناس حتى لما بتيجي تفكر في الموضوع ده بتبقى عايزه خطه واضحه، انا هعمل ايه بالظبط، ايه هو المجال، ايه هي المهاره، ايه هي مش عارف ايه. دي فيها مشكله جامده، لانك ممكن تدخل في نفس اللوب. ممكن خوفك نفسه ان انت مثلا ما يبقاش ليك تحكم في حياتك او تحقق حلم حد تاني او ايا كان، ان انت تعمل بالظبط اللي هقول لك عليه. انت اقول لك مثلا اعمل زي ادخل في السوفت وير، او مثلا اعمل بيزنس معين، فهتلاقي نفسك داخل في حاجه من دافع الخوف، فهتلاقي نفسك ماشي على اللي انا بقول لك عليه او اللي حد ثاني بيقول لك عليه، فدي كارثه. فبرضه من ضمن الغلطات اللي احنا بنغلطها او اللي احنا متربيين عليها، اللي هو انت قول لي هعمل ايه بالظبط. مفيش حد هيقول لك تعمل ايه بالظبط وهيشتغل معاك، هو الموضوع لازم انت اللي تحدد، لازم انت اللي تجرب، لازم انت اللي تقعد تعمل ايتريشن او تصحح من مسارك. لذلك اي حد بيقول لي طب ايه هي المهاره او هو المجال، معرفش يعني. كل واحد بيبقى ليه مسار معين هو بيمشي فيه بطريقته، بس هي فكره ان انت تبقى عارف ان انت لازم تبدا ولازم تجرب حاجات كتيره ولازم تعدل من مسارك باستمرار. وفي نوع من المخاطره في كل مرحله بتدخل فيها، وفي كل مره بتيجي تخاطر او تخمن مسار معين المفروض تكمل فيه. الغلطات اللي انت غلطتها قبل كده بتخليك تاخد قرار احسن. والكلام قد يبدو نظري، ولكن صدقني ده اللي انا حسيته وده اللي انا عشته يعني، في كذا غلطة غلطتها وكذا طريقة ان انا اصحح من مساري يعني.
بس فدي حاجه كنت حابب ان انا يعني اشاركها. قد يكون الكلام يعني ما كانش جاهز ليه وكده، بس